ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة لما تكون بتتعامل مع حد ويصدر منه حاجة كده يعني مش تمام، زي كلمة مثلا تزعلك او كلمة تضايقك او تصرف وحش، وانت تكون بتتعامل معاه كويس جدا يعني، وبتتكلم معاه بكل ذوق وبكل ادب وكل اخلاق ومعاملتك معاه كويسة، ويجي هو يعمل موقف كده معاك مش تمام. فهو اللي قليل الادب يا جماعه، هو اللي مش متربي، هو اللي ما عندوش ذوق، اللي ما عندوش اخلاق. فانت ما تفضلش تلوم نفسك وتقول ايه، لا انا اللي غلطان، انا اللي عملته مش عارف ايه، انا قلت له ايه، انا المفروض ما كنتش اقول له كده، لا المفروض كنت اقول له كده. لا، انت المفروض ما كنتش تقول حاجه، انت بتتعامل عادي وبتتكلم بذوق وبتتكلم باخلاق وبتعمل كل حاجة كويسة، بس اللي قدامك هو بيتعامل بقلة أدب وقلة ذوق وقلة تربية. فالعيب مش منك خالص، ما تفضلش تلوم في نفسك. تكلم مثلا زميلك في الشغل وانت معاملتك معاه كويسة، ويجي مثلا يروح حابب فيك كده مرة واحدة مثلا وقايل لك كلام غير متوقع، يعني انت مش متوقع ان هو يقول لك كده. فانت يعني ما تفضلش بقى تلوم في نفسك وتقول انا المفروض كنت مثلا اقول له كده، لا انا غلطان، لا هو كان مثلا متنرفز. لا، ما فيش حاجه اسمها متنرفز وما فيش حاجه اسمها انت غلطان، هو قليل الادب وقليل الذوق. فانت ما تفضلش تلوم في نفسك على اخطاء غيرك. هو ما ترباش اصلا ان هو يكلم حد بالاسلوب ده. احنا بنبقى متنرفزين ومتضايقين وعلينا ضغوطات وكل حاجة، وبنتكلم مع الناس بذوق وأدب. فاحنا برضو يعني احنا مضغوطين وهو مضغوط، المفروض يتكلم معاك بذوق وأدب. ده اللي انت بتكلمه بذوق وأدب يبقى هو يكلمك بذوق وأدب. احنا لينا عند بعض ايه؟ احنا لينا عند بعض المعاملة الكويسة، المعاملة الطيبة. كلمني بذوق وادب هكلمك بذوق وادب. انا متنرفزه وعندي ضغوطات ومتضايقه وشايله هموم انت مالكش ذنب في الكلام ده. انا لما اجي اكلمك هكلمك بذوق وادب. انت مالكش ذنب في مشاكلي، في حياتي، في ضغوطاتي، مالكش ذنب خالص. انت لازم تتعامل كويس. ما ينفعش ان انا اجي ابقى متنرفزه ومتضايقه ومش عارف ايه واجي اروح مزعقالك مثلا. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. نعامل بعض كويس حتى لو متنرفزين وفينا ايه، نتعامل مع بعض كويس. بلاش قله ذوق وبلاش قله ادب في التعامل. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير واعملوا لي اشتراك او متابعه حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.